اهلا بكل حبايبي طلاب اولى ثانوي. النهارده هنكمل مع بعض درس الحياه الاقتصاديه المحاضره الثانيه. كنا اخذنا مع بعض المحاضره اللي فاتت ان الحياه الاقتصاديه يعني الشغل او الحرف اللي بيقوم بيها المصري القديم، وعرفنا ان هو كان بيشتغل في 3 حرف: زراعه، صناعه، تجاره. النهارده هناخد مع بعض المحاضره الثانيه، الصناعه عند المصريون القدماء. تعالوا مع بعض نشوف الصناعة ايه اللي خلى المصري القديم شاطر في الصناعة، او ايه اللي خلى المصري القديم يشتغل في حرفة الصناعة. مصر ربنا ادالها مقومات طبيعية، يعني ادالها عوامل، ادالها حاجات خلت فيه صناعة. تعالوا مع بعض نشوف ربنا ادى لمصر ايه. اول حاجة ادالها خشب، تاني حاجة ادالها احجار، تالت حاجة ربنا اداها لمصر المعادن. والصناعة عند المصري القديم أهم 3 حاجات اعتمدت عليهم: الحجر والخشب والمعادن. وبالتالي ازدهرت الصناعة في مصر، ومصر بقى عندها صناعات متميزة. نقرأ مع بعض عندنا في المنهج بيقول ايه؟ يقول: نجح المصري القديم في إقامة نهضة صناعية قوية. يعني المصري القديم قدر يعمل صناعة كبيرة وقوية، وساعدوا في ذلك الموارد التي وهبها الله له. يعني ربنا ادى لمصر موارد، ادى لها امكانيات، خلى في صناعة اللي هي ايه؟ الاخشاب والاحجار والمعادن. تعالوا مع بعض نشوف احنا هناخد ايه في الدرس ده. في الدرس ده هناخد اول حاجة الصانع المصري، يعني الراجل اللي كان شغال في حرفة الصناعة، هنعرف عنه شوية معلومات. تاني حاجة هناخدها أهم الصناعات المصرية القديمة. وآخر حاجة هناخدها إيه دور الدولة في التنمية الصناعية. وبكده لما ناخد ال3 عناصر دول يبقى احنا خلصنا المحاضرة التانية في درس الحياة الاقتصادية. أول حاجة هناخدها مع بعض الصانع المصري، يعني الراجل اللي كان شغال في الصناعة أيام الفراعنة. أول معلومة هناخدها مع بعض إن الصانع من حقه يزاول الحرفة التي يريدها. يعني الشخص لما يبدأ يكبر بمزاجه يختار على مزاجه اللي هو عايزه، أي حرفة صناعية عايز يشتغل فيها يشتغل. لكن في مصر الطبيعي كان أغلب المصريين بيشغلوا ولادهم معاهم في نفس الحرفة. على فكرة زي دلوقتي كده، تلاقي واحد مثلا شغال مثلا حداد، تلاقي ابنه شغال معاه في نفس الحرفة. فقال لك ايه؟ قال لك ان المصري القديم كان غالبا الصانع بيورث صناعة ابيه وجده ويورثها لابنه. يبقى كده نقدر نطلع نواتج تعلم على الجزء الاول ونقول ان الصانع ارتبط بالناحية الاجتماعية. يبقى الحياة الاجتماعية او الناحية الاجتماعية هي اللي اثرت في اختياره للصناعة بتاعت ابيه وجده، وبعد كده بيعرفها لمين؟ لابنه. خدوا بالكم بقى، يقول لك ان ده ساعد المصريين على تطوير الصناعة. زي ما احنا كلنا نسمع المثل ده، يقول لك ايه؟ محدش يحب حد احسن منه غير، برافو عليك، غير ابنه. فتخيل ان واحد صانع شاطر يجي ابنه، تلاقي الشخص ده بيدي لابنه ايه؟ كل الخبرات، كل المعلومات، كل حاجة هو يعرفها في الصناعة يقولها لابنه عشان عايز ابنه يبقى أحسن منه. فلقينا ان المعلومات الصناعية والخبرات الصناعية في مصر القديمة بتنتقل من جيل لجيل لجيل لجيل. فيجي الأب يقول لابنه ايه؟ انت عارف انا جربت الطريقة كذا 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 كذا، لقيتها احسن في الصناعة، وعلى فكرة لقيت ان الحاجة دي ممكن نصنع منها كذا وممكن نصنع منها كذا. فالولد يكبر ياخد خبرات باباه ويكمل ويدي لابنه. فلقينا ايه؟ لقينا ان الصناعات اتطورت من جيل الى جيل، لدرجة ان الصناعة وصلت لدرجة كبيرة جدا من الكفاءة. وحضرتك دلوقتي لو رحت اي متحف او رحت اي مكان
كبير بيعرض اثار او بيعرض حاجات المصري القديم هو اللي مصنعها، تلاقيها وصلت لدرجه الاتقان. انا عايز اقول لكم ان انا في مره كنت رايح المتحف المصري وشفت بعض الحاجات اللي المصريين عملوها زمان، حاجه مبهره. بقيت واقف قدام الحاجه مش مصدق، ايه ده؟ حاجه غريبه قوي، منتهى الاتقان ومنتهى الجوده. تحس الحاجه معموله ايه، تحس حاجه يعني عاليه جدا. يقول لك قد وصلت كفاءه وخبره بعض العمال الى حد الاتقان، يعني حد الجوده، بقت جوده عاليه جدا. وخاصه بعد ان عرفوا خصائص واسرار المواد الخام اللي بيستخدموها. ويدل على كده الاعمال المتميزه التي تملا متاحف العالم. تقول لي متاحف العالم قصدك يا مستر متاحف مصر؟ اقول لك لا، ما هو في حاجات عندنا في مصر اتنقلت لفين؟ لبره، اتاخدت مننا وبقت بتتعرض في المتاحف العالميه. فبالتالي بقت في حاجات معروضه عندنا، وفي حاجات مسروقه مننا، وفي حاجات احنا اللي بنعرضها في المتاحف العالميه. طبعا الاتقان يعني ايه؟ يعني الجوده، وهو اساس التقدم. يبقى احنا نقدر نقول مع بعض الجزء الاول ان الصانع المصري اشتغل في حرفة ابيه وجده وورثها لابنه. ونقدر نقول ان الصانع المصري وصل لدرجة الاتقان لانه عرف اسرار الخامات واخذ خبرات الصناعة من ابيه وجده. فنقول ان الصناعة في مصر ارتبطت بالناحية الاجتماعية. اوكي، ممكن تكتب الجزء ده تلخيص بسيط كده هيسهل لك الجزء اللي فات. تعالوا بقى مع بعض نشوف ايه هي اهم الصناعات اللي قام بيها المصري القديم. اول صناعة اسمها الصناعة الحجرية. خد بالك انا بقول اول صناعة او اقدم صناعة، لان احنا اخدنا قبل كده ان كان في اقدم العصور العصر الحجري القديم والحجري الحديث، يعني هو استخدم الحجارة. فالصناعة الحجرية هي اقدم الصناعات. طب يا ترى من الحجارة ممكن يعمل ايه؟ قال لك ممكن يمسك الحجارة وينحتها يعمل لي منها تمثال، وممكن يمسك الحجارة يعمل لي منها اواني، حاجة شبه الطبق كده. ممكن يمسك الحجارة يعمل منها تابوت. عارفين التابوت اللي بيحطوا فيه الناس الميتة؟ فقال لك ان هم ايه؟ عملوا من الاحجار العديد من الصناعات، منها التابوت والاواني والتماثيل. خد بالك اي سؤال في الامتحان نقطة نواتج تعلم يقول لك في الامتحان صناعة كانت اقدم الصناعات، صناعة كانت قديمة جدا، يبقى بيتكلم عن الصناعة الحجرية. يقول لك ان الصناعة الحجرية ارتبطت بصناعة التماثيل والتوابيت والأواني، يبقى استخدموها في النواحي الاجتماعية وكمان النواحي الدينية، يعني بها تماثيل عشان خاطر الناس تعبدها. تاني نوع من الصناعة اسمها الصناعة الفخارية. تقول لي ايه يا مستر قصة الفخارية؟ يعني ايه فخارية؟ انتوا عارفين الفخار اللي هو شبه كده القلة والزير، اللي هو البرام، دي اسمها صناعات فخارية. طب بيعملوها ازاي؟ انتوا عارفين ان نهر النيل وهو جاي من المنابع بتاعته اللي هي في افريقيا بيبقى جاي مع مية ومعاه طين. الطين ده بنسميه طمي او غارين. يبقى الطين بنسميه طمي او مادة الغريم. يبدأوا ان هم يستخدموها ويبدأوا ياخدوا الطين ده يشكلوه، وساعات بيسخنوه ويعملوا منه صناعات كتير. ايه بقى الصناعات اللي بيعملها من الفخار؟ قال لك اول حاجة التماثيل. ممكن يعمل تمثال بس من الفخار، وممكن يعمل اواني من الفخار، وممكن يعمل طوب يبني بيه. مش ملاحظ حاجة؟ ان الصناعة الحجرية والصناعة الفخارية الاتنين بيعملوا تماثيل والاتنين بيعملوا اواني، بس الاختلاف ان ده بيتعمل منه تابوت وده بيتعمل منه طوب البناء. خد بالك هو كان بيجيب الصناعات الفخارية من الطين، يعني نقدر نقول من نواتج التعلم ان الصناعة الفخارية كان السبب الرئيسي في ظهورها نهر النيل او التربة
الطينية. نقدر نقول ان نهر النيل هو جاي بيجيب معاه طين او طمي، السبب الرئيسي للصناعة الفخارية في مصر. اقدر اقول حاجة كمان، ان البيئة الفيضية كان لها دور كبير جدا في ظهور الصناعات الفخارية. كل النقط دي نقط نواتج تعلم بتيجي في أسئلة النظام الجديد. تعالوا نشوف ثالث نوع من الصناعات. دي حاجة من أيام الفراعنة، إزاز على فكرة. تقول لي اسمها إيه؟ اسمها الصناعة الزجاجية. أنتوا عارفين يا جماعة الإزاز ده بيتعمل منين؟ عارفين الصحراء المصرية بيبقى فيها رمال اسمها الرمال البيضاء اللي مالية الصحراء، بيمسكوا الرمل ده ويعملوا منه الازاز. يبقى الازاز ده معمول من ايه؟ معمول من الرمل. يبقى الصناعات الزجاجيه من الرمل. مش ملاحظ حاجه؟ ايه بقى؟ يلا اكتب عندك النقطه دي، نواتج تعلم، نقطه مهمه جدا. سجلها عندك في الاسكتش او في المذكره او في الكتاب اللي معاك. عندنا الصناعتين، الصناعه الفخاريه والصناعه الزجاجيه. مصر التربه بتاعتها حاجه من اتنين، يا تربه ايه؟ برافو عليك، يا تربه طينيه يا اما تربه، برافو عليك، تربه رمليه. يبقى التربه المصريه لو كانت طينيه يستخدموها في الصناعه الفخاريه. طب يا مستر لو رمليه يستخدموها في صناعه الزجاج. ممكن يجي سؤال مقالي نظام جديد يقول لك استفاد المصري القديم من التربه في العديد من الصناعات. تقول له طبعا، لو تربه رمليه اعمل ازاز، لو تربه فيضيه اعمل اواني او اعمل حاجات فخاريه، صناعات فخاريه. ندخل على الصناعه اللي بعدها، اسمها الصناعه المعدنيه. اول ما تسمع كلمه معدنيه حاجتين مهمين جدا يجوا في بالك، الذهب والفضه. طبعا احنا عارفين الحاجات اللي بنلاقيها ايام الفراعنه بتبقى كنوز، وكتير جدا من المقابر الفرعونيه تلاقوا فيها مصنوعات ذهبيه. يقول لك اجدادنا سايبين ذهب كتير جدا، لانهم كان عندهم الصناعات المعدنيه وخاصه الصناعات الذهبيه كتير جدا. فقال لك اول حاجه الذهب. عمل ايه بقى من الذهب؟ حلي. هيعمل ايه؟ يعمل حلي، يعمل خواتم، يعمل عقود، وكمان كان بيعملوا تاج الملك، وكانوا بيعملوا منه التوابيت والاواني والاقنعه، شبه قناع كده توت عنخ امون. يبقى كان الذهب بيدخل في العديد من الصناعات، وكان الذهب بيستخدموها. نقطه نواتج تعلم كده، سجل معايا. قلنا تيجان الملك ادي واحد، والاقنعه يعني ممكن نقول كانوا بيستخدموه في الناحيه السياسيه، وكان كمان بيستخدموه في الحلي، يبقى الحاجات الاجتماعيه، والتوابيت الحاجات الدينيه. يبقى الذهب كانوا بيصنعوا منه حاجات كتير، والحاجات دي كانت بتخش في اكتر من مجال من المجالات المصريه القديمه. اشهر مثال على كده توت عنخ امون. التابوت بتاعه عباره عن ذهب وحاجه في قمه الروعه والجمال، وانصحك لو ما كنتش شفته ممكن تروح تشوفه، حاجه ابداع 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 ابداع. تعالوا بقى نشوف الفضه، بس كانت حاجه كده ايه، يقول لك في المنهج كانت استخدامها قليل او ايه او نادر استخدام. نخش بعد كده على الصناعات الخشبيه. يا ترى الخشب صنعوا منه ايه؟ اقول لك خد بالك قبل ما نقول صنعوا منه ايه عايزك تعرف حاجه. ادام قلنا صناعات خشبيه، اغلب الصناعات الخشبيه اللي كانت في مصر كنا بنجيب نوعين من الخشب مش من مصر، بنجيبهم من بره. فنقدر نقول ان الصناعات الخشبيه كانت الخامات مستورده. ايه ده؟ عكس ايه يا مستر؟ عكس الازاز من جوه مصر، عكس الاواني الفخاريه من جوه مصر، الاحجار من جوه مصر، البردي من جوه مصر. يبقى الصناعات الخشبيه كانت مستورده. قال لك ان احنا كنا بنستورد نوعين من الاخشاب. اول خشب اسمه خشب الارز، وخشب تاني اسمه خشب الابانوس. طبعا دي اخشاب من نوع جيد جدا. خشب الارز كنا بنجيبه من فينيقيا، وخشب الابانوس كنا بنجيبه من شمال السودان، وكمان كنا بنجيبه من بلاد بونت اللي هي الصومال حاليا. طب خشب هنعمل منه ايه؟ حاجه سهله جدا ممكن اي حد يعرفها من غير المنهج خالص. هنعمل منه سفينه، نعمل باب، نعمل اساس.
يقول لك نعمل منه تابوت وابواب وسفن وغيرها. سادس صناعه اسمها الصناعات القائمه على البردي. عايز اقول لكم ان المصري القديم كان بياخد البردي اللي موجود في مصر ويصنع منه حاجات كتير جدا. يقول لك ان استخدم المصري القديم نبات البردي في العديد من الصناعات. اول حاجه واهم حاجه صناعه الورق. وعلى فكره يا جماعه اول حد صنع الورق في العالم هو مصر. وعايز اقول لكم ان مصر كان عنده الورق البردي من السلع المهمه جدا اللي كانت بتبيعها لكل دول العالم. اذا البردي كان ليه اهميه ثقافيه، ليه اهميه تعليميه. احنا افدنا العالم كله بنقلنا ليهم ورق البردي. بس خد بالك ما كناش بنصنع من نبات البردي ورق بردي بس، ده احنا صنعنا كمان منه المراكب الخفيفه. يعني ايه المراكب الخفيفه؟ تلاقي مركب عباره عن ورق بردي كتير متربط في بعضه والناس تقعد جوه الايه؟ المركب الخفيف من البردي. يبقى البردي عملوا منه ورق وعملوا منه مراكب خفيفه. وعملوا من البردي السله. عارفين السله اللي بيحط فيها المنتجات بتاعته؟ دي حاجه اسمها السلال، عملها من البردي. اوكي؟ وعمل كمان الحبال من البردي والحصير والفرش، حاجه كده شبه السجاده بتتحط في الارض، كانوا بيعملوها برضو من نبات البردي. خد بالك ده يفسر لك نقطه مهمه جدا، ان هو قدر من خلال نبات واحد اللي هو البردي يصنع حاجات كتير جدا. معناها ان هو عرف سر الماده الخام، عرف الماده الخام دي يقدر يطلع منها صناعه ايه وايه 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 وايه. يبقى اذا البردي يدل على معرفة، اكتبها مهمة جدا 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 جدا، معرفة المصري القديم بأسرار الصناعة. ونقدر نربطها كمان بأول جزء في الدرس، إن المصري عشان ورث الحرفة من باباه وجده وكان بيديها لابنه فعرف أسرار الحرفة وأسرار المادة الخام زي نبات البردي. يقول لك بعد كده صناعة الغزل والنسيج اللي هو اللبس. طبعا كلنا عارفين إن اللبس اشطر حد فيه البنات، فقال لك ان النساء عملوا حاجه اسمها الغزل والنسيج، وقال لك ان هم كانوا بيصنعوا الملابس من الكتان ومن الصوف ومن الحرير. خد بالك ادام قلت حرير، الحرير ده كنا بنجيبه من فينيقيا، فالمنسوجات كنا بنجيب بعض الخامات من خارج مصر شبه الصناعات الخشبيه. يقول لك ان هم كانوا بيستخدموا مغازل من الخشب زي الصوره دي كده، مغازل عشان يقدروا ينسجوا منها اللبس اللي هم بيستخدموه. وكانت النساء بيستخدموا مغازل او انوال يدويه. اخر حاجه صناعه الجلود او الصناعه الجلديه. طبعا يا جماعه المصري القديم كان بياخد جلد الحيوانات ويعمل له عمليه اسمها الدبغ. ايه الدبغ ده؟ بيمسك الجلد ويبدا يهيئه عشان يصنع منه حاجات كتير. طب ممكن من الجلد يصنع ايه؟ اقول لك يا كتير جدا. ممكن يجيب من الجلد حاجه اسمها قرب الميه. عارفين قربة الميه دي كان زمان اللي بينقل الميه من مكان لمكان كان بينقلها عن طريق حاجه كده جلد بيشيلها على كتفه، دي اسمها قرب الميه. طبعا من الجلد بيعمل الشوز الحذاء، وبيعمل كمان المقاعد. المقعد كان بيحط طبقه من الجلد عشان يبقى مريح. قال لك كمان اغطيه الوسائد، مخده كان بيغطيها من الجلد. وكان بيعمل ارضيه العربيات، يعني العربيه كده شبه العربيه الحنطور او الكارو، كان بيحط طبقه من الجلد عشان اللي قاعد يكون ايه؟ يكون مرتاح. ودي حاجات كلها فرعونيه عملها المصري القديم. تعالوا نختم درسنا باخر جزء، دور الدوله في الصناعه. الدوله كانت بتنشط الصناعه عن طريق رقم واحد، ان هي كانت بتهتم باستخراج المعادن، بتبحث وتدور وتطلع المعادن عشان توفر المادة الخام اللي الصانع يصنعها بعد كده. تاني حاجة كانت الدولة بتوفر الأمن والحماية. عايز أقول لكم إن في رسالة الماجستير في الجزء ده كان في تجهيزات كبيرة جدا من الدولة عشان خاطر بس تطلع أي معدن. فكانت بتبعت أطباء وبتبعت قضاة وبتبعت مع العمال دول ناس تجهز لهم الأكل وسقاه وشرطة وجيش وحاجات كتير جدا. طب يا ترى هو كان بياخد الأجر عبارة عن إيه؟ هل كان بياخد فلوس؟
لا طبعا، احنا اخدنا في الدرس الاول ان ايام المصري القديم، ايام الفراعنه زمان خالص، ما كانش فيه النقود، صح؟ اما كانوا بياخدوا ايه؟ كانوا بياخدوا اجرهم على هيئه مخصصات عينيه. يعني ايه مخصصات عينيه؟ يعني مثلا هو مروح يديله قطعه لحم مثلا، يديله مثلا حاجه شبه الزيت، خبز، وبالتالي كان المصري القديم بياخد حقه، والملوك افتخروا ان كل واحد كان بياخد حقه، وكان الملوك يفخرون بانهم يعطون العمال حقهم ويمنعون عنهم السخره، يعني عمرهم ما ضحكوا على حد او شغلوا طول اليوم من غير ما ياخد اجر. تعالوا نحل كده كام نقطه على النظام الجديد. نتج عن فيضان نهر النيل. الفيضان وفر ماده خام اساسيه للعديد من الصناعات. الفيضان هل جاب لي صناعه خشبيه ولا زجاجيه ولا حجريه ولا فخاريه؟ ايه رايك؟ برافو عليك، قلنا ان الفيضان طمي يبقى فخار على طول. السؤال رقم 2 بيقول احد العوامل التي اسهمت في ازدهار الصناعه الزجاجيه، الازاز منين؟ من الرمل. هل الرغبه في ايجاد بديل للصناعه الفخاريه؟ قله قيمتها التسويقيه؟ وفرة المواد الخام المستخدمة؟ نشاط التجارة الخارجية؟ طبعا احنا عرفنا عندنا في المنهج ان الازاز كان متوفر جدا في الصحراء، كانت عبارة عن رمال بيضاء مالية الصحراء، فبالتالي نقول وفرة المواد الخام المستخدمة. كده حبايبي نكون خلصنا مع بعض المحاضرة الثانية في درس الحياة الاقتصادية. هيبقى باقي محاضرة واحدة اللي هي الجزء الخاص بالتجارة، والجزء ده هننزل عليه أسئلة كتير جدا على منصتنا وهنمتحن بعده، وتمنياتي ليكم بالتوفيق.